هي شجره عاليه واحد يقعد بظلها، ولا اكو حايط واحد يقعد بسده. وين ابوك؟ ليش ما اقعد بظل الحمار؟ واحنا راسي من الشمس الحاره. ولك وين جاي؟ قم قاعد ببيت الخضبك؟ اي عليك؟ عاجبين؟ ولك انت مجري الحيوان حتى تركب عليه لو تقعد بفيه. انت مخبر؟ اخي محسن على كيفك يا شيخ. انا اجلت الحمار اجلته كله هو وظله ويتقشيم لو تتقشم نفسه شلون؟ ولك انت لو رايد تقعد بالفي كان تعطيني تروى بعد. اي تروى بعد ما انطيتك اجره الحمار. اي النوبه تجي اجره الظل. اي لا شلون؟ هذا يا محمد البين هيش ما انطيك. يابا بروح الماما فلس واحد ما انطيك. بعدين محسن انا ماجل الحمار اليوم كله بكيفي اركب عليه اقعد بظله. هذا شيء يخصني. انت شو تسوي له سوي؟ اوه ايش راح اعلمك ايش راح اسوي؟ دبك بشمس الحاره. وين؟ محسن معود محسن معود. معود استاذ دخلك معود. اذا تحزون الحيوان منين اعيش منين اكل منين اشرب؟ هذا قرار اللي ما يريد يتحارب. سيادة القاضي يا جنوب انا دفعت اجرة الحمار كاملة ومكملة وما راح ادفع اي اجرة اضافية. سيادة القاضي لسبب واحد بسيط. هو القضية مو قضية فلوس. بروح الماما القضية مو قضية فلوس. المسألة مسألة مبدأ والمقبل. مقبل واحد مثل هذا المثالي يبتزني وبهالشكل هذا. اي والله سيادة القاضي المسألة مبدأ وانا احب المبدأ. سيادة القاضي تسمح لي اوكل محامي؟ اي والله استاذ انا همين اسمح لي اوكل محامي. وين توكل بيتكم لو بالمطعم؟ وكل محامي يعمل كل شيء من اجل قضيتي. المسألة مسألة مبدأ. اي والله استاذ المسألة مبدأ. تعاطف الحق مع المظلوم. أنا المحامي نصير راكب. اتصل بي صاحب الحمار وفهمني بقضيتي. والحقيقة أنا أرتاح جدا بقضايا من هذا الموضوع لأنها غريبة وبيها غني وبيها فقير. كل اللي يطلبه محسن ثمن بسيط جدا بظل الحمار. طيب من ورا طيب ينحجز الحمار. طيب هذا شو الحكي؟ هذا الرجال منين يعيش؟ منين ياكل؟ وانتم كلكم تعرفون الحال وتعرفون شلون الناس من امثال صاحب الحمار يعانون من الفقر والعازل والجوع. اخواني انا لازم اوقف بجانبه واكسب القضيه. حسن ارفع راسك لي فوق. انت اللي راح تكسب القضيه وتحصل تعويض من الطبيب 100,000 دينار. 100,000 دينار؟ ايه معود استاذ نصير متاكد 100,000 دينار؟ ايه قل لي متاكد. دا اقول لك 100,000 دينار ينطح دينار. دكتور شكري تفضل. دكتور احنا لازم نحاول الناس التشحين ونضع حد التشحن واستغلالهم حتى لا يتفشى هذا الداء احيانا المجتمع كله. بالتاكيد استاذ فوزي بالتاكيد. بس للاسف دكتور الاحصال انفقدت. كل شيء صار ينباع بالفلوس. اتصور قبل يومين مو اكثر. مريت بالسوق شفت منظر عجيب غريب. شفت قسم من الناس يبيعون بسامير مزنجره وجام مكسر. واللي عجبني اكثر من هذا كله شفتهم يبيعون الفضلات للزباله. فانت ليش متعجب اذا لقيت مثل هيك واحد يبيع بظل حمارك؟ هاي فرصتك يا محسن. اي حتى اشتري بهاي 100,000 3 سمايل حساويه. اي يعني بشهر زمان يصير عندي طوله. الحقيقه يا اخي محسن القضيه مو سهله مثل ما انت تتصور. شلون؟ إيه؟ لان القضيه ما تتوقف علي انا وحدي. القضيه تتوقف عليك انت بالدرجه الاولى. انا؟ ايه فهمني ما افهم. فهمك. اولا اخي محسن عليك ان
فقاعات يزولون بزوال هاي الظروف. دكتور انا فد واحد ما تعرف زين. لا اعرفك، لا شلون جيت عليه؟ بارك الله فيك. اعتز بواجبي وهدفي المحافظه على النظام والقانون ضد كل اشكال الاستغلال والتشرع. هاي القضيه صارت تهمني وراح تشوف شلون اعلمهم من هاي الاشكال شنو معنى النظام والقانون واحترام العلماء اللي من امثالك. انت راح تكون مخرج. انا ايه نموذج بطل. انا ايه انت لازم تكسب رايهم لان انت تعتبر الان الناس انا الناس كلهم. إيه؟ هو شلون يصير الناس هواي وانا وحيد؟ حسن انت رجل صاحب قضيه وصاحب القضيه لازم يكون بطل. انت راح تصير بطل مثل ابو زيد الهلالي. اي مثل ابو زيد المشاري. الهلالي اي المشاري. افتهمت بس مثل ما يقولون نص ونص. مية المهم اني لازم ابين لك مساله الاجور. اي اجور الفيل. لا اجور القضيه. استاذ فوزي انت لا تستحي ولا تخجل. شنو دكتور؟ سوري اي ام فيري سوري. انا ما اقصد هذا. اقول ايش قد الاشعار ايش قد الاجور الاتعاب. انا راح اخذ منك 100,000 دينار. 100,000 دينار. فسيت كم عوض؟ اصلا هذا مبلغ كلش متواضع. دكتور انا مثل ما قلت لك القضيه صارت مني، انا دا اعتبر نفسي بوكاله. استاذ فوزي بروح الماما ما عندي، يا ابو مو بروح الماما بروح الماميتك ما عندي. وبعدين استاذ فوزي منين ما عندي والله، هي التشبيه كانت 1000 سووا 500 منين تجي؟ وهذا المبلغ كلش كبير. دكتور بروح لماميتك وماميتي مثل ما تقول. دور المساله بعقلك. سمعتك العلميه والاجتماعيه اهم من 100,000 دينار. لا 100,000 دينار. عشان دكتور انت بهالناحيه لا تدير بالك. اول مثال انت راح تكسب القضيه والاتعاب فلا يتحمل صاحب الحمار التشريع. اي والله وروح الماما هذا الحق اللي يحطم سمعتي ومركز الاجتماع. لا من هاي الناحيه قلت لك الاهتمام. راح تشوف اخوك فوزي شلون يحصل لك على حقك. مو بس هذا، بعد ما نكسب هاي القضيه نرفع عليه دعوه لغ الا خسر حاله ومال. واني ما راح اطلب منك غير بس 40,000. هاي شبيك فزيت. هذا المبلغ انا ما اطلبه الا من الناس الفقراء اللي من امثالك. واذا ما تصدق روح اسال كل المحامين وشوف اجورهم. استاذ يرحم والدي، هو الحيوان يسوى له 4000 حتى ادفع على قضيته 40,000. ابويا مو انت راح تكسب تعويض من الطبيب 100,000 دينار. اي بس انا ما عندي كل شيء مقابل. شنو جنابك يا بدر تشكك بقدراتي؟ لا والله استاذ ما لا انت تشكك. وقعدك ما شكك. اخي الحسن صدقني انا ما اقدر اتنازل اكثر واطلب اقل من هذا المبلغ. ثماني لولا حبي للناس الفقراء اللي من امثالك وحرصي على الدفاع عن حقوقهم ما كان اطلب هيك مبلغ تافه. ثم انت علي وش مهتم؟ انت اول وتالي راح تكسب القضيه. يلا يا اخي الحسن دبر المبلغ قبل ما تبدا الجلسه. يعني مستعجل كلش عليه؟ انت مو تريد القضيه تخلص بسرعه لو لا؟ شو هي جلسه جر جلسه وقبض معكم. انت رايد الجلسه تخلص بساعه لو لا؟ اي طيب انا رح ادزك على احمد بودي. اي انت اول ما تروح عليه او تدز اي واحد من جماعتك بمجرد ما يتصل بيك هو راح ينهي لك القضيه بكل سرعه. افتهمت؟ افتهمت. دكتور انت كل اللي عليك حضر لي الاتعاب قبل ما تبدا الجلسه حتى انت رسكت المحكمه ونظم كسب القضيه حتما. استاذ فوزي او هي يوميه متاجله بعدين اجيب لك المبلغ بخليها. دكتور انت مو رايد القضيه تنتهي ساعه قبل. ايه انا راح ادزك على من هو؟ هذا شو يوديني عليه؟ انت لا تروح دز اي واحد من جماعتك وسلمه مبلغ وراح تشوف القضيه شلون راح تنتهي من الجلسه تجي. افتهمت. انا انصبرت صبر وما افتهم كل شيء. اشو المحامي مالته له ب 40,000 ومحامي الطبيب بروح الماما يجيب لنا 100,000. زين هذا يقول راح يحصل القضيه وهذا يريد يحصل القضيه للطبيب. معقوله هذا المحامي نصير يسويها؟ لا نصير خوش زلمه سبع. بس يقولون يدفع اكثر يحصل اكثر. يعني هسه انا اذا اعطي 80,000 احصل 200,000 واذا اعطي 120,000 احصل 300,000. ويا
الضابط شغله كل زين. ايه وراح يشوفون شلون راح يدافع عن رايلك البطل. بطل؟ ايه معليش محيسن. بطل مال صقله، بطل صرت بطل، بطل مثل ابو زيد الهلالي. تضحك. والله رجلي تخبط. اها الطبيب هو اللي يتخبط. حضرته بلوحه لامي يريد يقعد يفيز مالي وما يعطيني كروه. محيسن والله كل شيء ما افتهم انا من هالسالفه. وش من تفتهمين وش من؟ بعدين دقيقه انت فهمك لا يزود ولا ينقي. انا محيسن انا كل شيء ما ازود ولا انقص. انا لا راح لا لا وداعت قزمه داعشة والله داعشة. هذا شقا محيسن. اكو وحده تعوف رايلها بهيجي ساعه بهيجي شده. بويا انا اريد اسمع عليه. مو هسه ايش وقت؟ لما نحصل القضيه. سادة الحضور، سيد القاضي، سادة الحضور، سيد القاضي، سادة الحضور، سيد القاضي، إن ظل الحمار شيء غير مادي وغير ملموس ولا تعود ملكيته لأحد، فهو يشبه ظل الحبل وظل الأشجار، معرض للزوال في أي لحظة. هو كالهواء الذي نتنفسه، نعم كالهواء الذي نتنفسه، وهذا النوع من الأشياء غير قابل للإهداء أو الاستئجار، وللأسباب المذكورة تعتبر الدعوى المقامة من قبل صاحب الحمار ضد موكله باطلة. سيد القاضي، سادة الحضور، لماذا يصر زميلي على عدم وجود العدالة في هذه المحكمة الموقرة؟ ولماذا يحاول منع استئجار ظل الحمار؟ ولماذا يتعمد على إهانة الفقر والعوز والحاجة والخصال الحميدة؟ إذا احنا والمحكمة الموقرة وقفنا ضد مشاريع من هذا النوع راح ينهار المصدر الاقتصادي للفقراء. سيد القاضي، اني اسأل المحكمة الموقرة هذا السؤال: زوجة الطبيب شكري مع المحامي فوزي في زاوية مهملة من هذا المكان لا يعلم مبتغاها إلا الله؟ وبعد ذلك إلى من ذهبت؟ انظروا إلى زوجها كيف احمر وجهه، انظروا إلى زوجها كيف احمر وجهه. أين الأخلاق النبيلة؟ أين الأخلاق النبيلة؟ إن هذا تجاوز على مهنة المحاماة. يا أبناء مدينتنا الكرام، إن زوجة الطبيب شكري قد استخدمت أنوثتها ورقتها للتأثير على من تؤثر فيه الرقة والأنوثة. سيد القاضي، سادة الحضور، إن زوجة الطبيب شكري هي إحدى ربات البيوت الفاضلات في مدينتنا. نعم، إحدى ربات البيوت الفاضلات في مدينتنا. لقد التقت بي، هذا صحيح، لكن ما هو هدف هذا اللقاء؟ إنه هدف إنساني من أجل إنقاذ سمعة الزوجة العلمية والاجتماعية، وأن الذي يقول لقاءنا لا أخلاقيا يجب أن يحاسب حسابا عسيرا. لقد كان سلوك زوجة الطبيب سلوكا صحيحا، أما صاحب الحمار فهو وحده الذي تشوف سلوكه الشوارع. إني لا أسأل ما الذي يدعو زوجة صاحب الحمار للذهاب إلى بيت الكاوية، وما الذي يدعو صاحب الحمار نفسه للذهاب إلى بيتها بين فينة وأخرى
نقولها بصالحك. انت اللي راح تكسب القضيه. تصير قدوه حسنه للجميع. استاذ فوزي الخاطر الله المطلوب شنو؟ 40,000 اي نعم 40,000 بدون بس. والمبلغ 40,000 بس حاضر. منين استاذ الله يخليك ما تقول لي منين اجيبه قال لك بعمارتي بفين ألف الحق كل شيء هو أنا. شنو احس استاذ اصير معين؟ حسن انت رجل صاحب حق وحتثبت حقك، لازم تسوي اي شيء يوصل الى حقك، ثم تعال وش بدك؟ ها جماعه الحمير كلهم يساعدونك وكلهم وياك، بمجرد ما يسمون اشارتك كلهم يحطون وياك. حسن حسن يا بصير المبلغ من القضيه محتاجه تقتله وهذه لا المحامي. صار استاذ صار. ايه تريد 40,000 وقبل اللي ضاف 40 يعني صار 80، يعني ما راح يبقى لي غير 20، يعني ما اقدر اشتري لي غير زماد واحد. يا سمت بالاولاد ايش صرت؟ هذا الشدانه بالتلفزيونات، لو حسين صالح ابو البوسترات، ايوه يمين اجيب هاي الالاف. ذكرت هذه ما حد يدورها غير قسمه. ايه قسمه سباعيه ومرة حوض واقدر اعتمد عليها. قسمه يا قسمه تعال تعال. شت هالهلين شت هالهلين هذا الطرقاعه يريد 40,000 لو بلكي عندنا فد حاجه فد قرض زايد بالبيت نطقده. ايه لا شلون يا قسمه لا شلون لازم ندبر الفليسه. والله ما ادري يقولون المثل يقول ايد الوحده ما تصفيك وانا هم اقول ايد الوحده ما تصفيك. اقول انت تقدرين تدبرين الفليسه. لا 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 ورث ولا بقي يحزنون. عندش كنز. انت ايش قلتي قبل الجلسه؟ وقلتي راح اروح على هند الكاوليه واجيب الفليسات. خلاص تروحين ركض وجيبين الفلوس وانا هنا بالمحكمه انتظرك. يا رب ايش تجيبين؟ شو هم رجعتي؟ انت ترضى انا اتداين من هند الكاوليه؟ يشكوا بيها. عجيبه. لوش عجيبه؟ انت مو كنت تقول كلها ولا الاعتماد على مرض. ليه خلتها بقلبي؟ وداعتك يا قسمه يا قسمه يا قسمه. انا دائما بيني وبين نفسي اقول اقول ورا كل زلمه قوي مرحوب وانت يا قسمه مرحوب. وراح تشوفيني شو راح اصير هيبه بمساعدتك. الهيبه ما يشغل مرتب الاخدام الحيس. هي كلي توصلتين ولا بقسمين بالطشه؟ وداعتك يا قسمه من نزل فلوس التعويض ايش راح اسوي بيهن؟ اراكبك على زمان سدس. اي والله احسن زمان اشتريك اياه. يعني يمشي ورا الزباين ما يصير بطل؟ بعد شلون؟ غلط اكبر غلط. ما يصير طول عمرنا متحملين على هسه انا اقول لو تركين على هند الكاوليه وتجيبين الفليسات. سادتي ننتقل بكم الآن إلى محطة خارجية مسموعة مرئية لننقل لكم لقاءاتنا مع الأخوة المواطنين. سيداتي أنساتي سادتي، من هذا المكان الذي شهد صراعا قل نظيره في مدينتنا والمدن الأخرى، ونلتقي بادي ببدء في المواطن نصران جبار. أخ نصار، ما هو رأيك بقضية ظل الحمار التي شغلت اهتمام الناس في المدينة؟ فانقسموا إلى نصفين، نصف يؤيد صاحب الحمار والآخر يؤيد الطبيب. بصفتي أحد المهتمين بتربية الحيوانات الأليفة أعلن رفض
أن وجود الحمير في المنطقة تعتبر ظاهرة غير حضارية. لقد تطورت المواصلات في العالم، فلماذا تظل هذه الواسطة المتخلفة، نعم، لماذا تظل هذه الواسطة المتخلفة عندنا؟ باسمي وباسم كل الناس المتحضرين أعلن رفض القاطع للمعاملة التي عمل بها الطبيب. شكرا أخ فواز على هذا اللقاء. والآن سيداتي آنساتي سادتي، من دواعي الفرح والسرور أن نلتقي بحضرة السيد. أيها السيد، ما هو رأيك بالقضية التي تسببت في انقسام الناس إلى نصفين، نصف يؤيد صاحب الحمار والآخر يؤيد الطبيب، وما هي سبل حلها؟ صحيح، القضية لا تنحل بالمحكمة. قضية قاتلها جيب، سلاح، طلب سيف فوقات الطبيب. ما في يوم يتنازل عن القضية، ولو يعني ما حب يشوف ذنبي كافيني. مع ذلك الواحد عليه وش يموت؟ لو على ماله، لو على عرفنا من بعض المصادر انكم وقفتم الى جانب الطبيب، فلماذا تبذرون وقتكم هذه؟ الطبيب وجماعة الطبيب وكل الناس المثقفين هم أمل المجتمع، وحتى يفقد المجتمع أملا مطلوب من دولة صبر واجتهاد ضد كل أشكال الاستغلال. هذا زمن القوة، والمثل يقول شو يقول؟ يقول إذا ما تكون ذيب تاكلك الزمايل. أنا قلبي حتى خاف المثقفين، ولهالسبب أنا راح أعطيهم كل ما يساعدهم على تجاوز محنتهم. نعرف من هذا انك تحاول مساعدة الطرفين. بالضبط، صحيح، كل الصحيح، وهذا مبدأ مشيت عليه طول عمري. ايها السيد، وأنت من جماعة الطبيب. عجيب، شلون عرف؟ أكيد وأنت من جماعة صاحب الحمار. عجيب، مش ندري. ما علينا من هذا الحكي، خلينا نخش بالموضوع. قل لي بالضبط ايش رايك؟ أنا أريد أحقق العدالة بأي شكل من الأشكال في سبيل إسكان صوت الباطل. اريد اقضي على كل من يوقف بقلبنا، نسوان، جهال، شيوخ، كل من يوقف بقلبنا. أريد أحرق بيت الحسن وجماعته. اريد احرق بيت الطبيب وجماعته. يجرى لك، اتفضل استريح، اقعد. انا راح ادي الزلم يقومون بتنفيذ المهمه وبالوقت المحدد، لكن مثل ما تعرفون كل شيء بحسابك. وإحنا حاضرين لأي ثمن تطلبه. انت تؤمر وإحنا ننفذ. مليون ونص موافقين، لكن انتم ناس شكرا، منين راح تجيبون هذا المبلغ الكبير اللي هو مليون ونص؟ اتخسر، إحنا رايحين على أزواج ولا فلوس. اكيد، ولهالسبب اعتبر المساله منتهيه. وش وقت التنفيذ؟ قلت لك اعتبر المساله منتهيه. بس لازم اعرف وقت التنفيذ. اطمئن، وقت التنفيذ راح يكون بعد استلام الفلوس بلحظات. بس أنا راح أعطيك الفلوس هسه. وهسه راح ينتهي كل شيء باشاره صغيره. ايش بدري قابل المحضر الزلم والعده قبل ما اجيك اللي هنا. بالضبط. زين أنت شلون عرفت أنا أريد أحرق هذول؟ اختصاص. كان سنين طويله اني ادرب نفسي على معرفه كل ما تفكرون فيه. اتفقنا؟ اتفقنا. هذا المبلغ المحامي نصير.
بيت احترق. يا ناس يا عالم، بيت هدك هون يحترق، قسمه هناك، يلا قوموا خلونا نطفي يا معودين. يا عالم بيت محمد فوق احترق. من عطا من هجم هل احترق. نقع عندي يا ناس بيت محامي صاحب ما يحتاج، خلينا نروح نطفى. هل يحتاج بالقيم؟ هذا فد واحد شيطان، شلون تريد يطفي بيته؟ طفي بيته؟ قسمه هلا قسمه بشري. الدنيا وجهك الصفر وبيتين تحترق. يا ناس يا علم حسن ريحه شعواط. لك يا شواط ما احترق بيتي. يا معودين انا المحامي نصير، انا نصيركم، انا نصير الفقراء. قوموا وياي، قوموا خلينا نطفي بيتي. احترق بيتي احترق. انا المحامي فوزي نصير المثقفين وبيت احترق. بيت احترق، اثاث احترق، ضيعت كل شيء. انا ضيعت كل شيء، حتى زماني ضاع. يا حمار هو سبب كل هاي المصايب. صحيح، احسن حل خلي نقتله.